السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين ومنورين وبخير يا رب ان شاء الله. لو اول مرة تشوفوا القناة معايا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم معايا كل جديد. الفيديو النهاردة فيديو مفرح جدا جدا، واخبار جميلة جدا جدا، ورسائل مهمة جدا جدا جدا. ايه بقى الاخبار الحلوة؟ طبعا احنا اكيد شفنا الفيديو بتاع محمد حوارات انه فاجئوا يعني عيلة الحاج جابر وحوارات، فاجئوا يوسف ابن زياد ابن ام زياد الله يرحمها، ابن بنتهم بعربية أحلامه. يعني عارفين انتوا لسه ولد عنده 16 17 سنة ما شاء الله جات له عربية، الله أكبر، جميلة جدا جدا جدا. طبعا هم في اول الفيديو قعدوا يلوعوا الولا ويقولوا له ده احنا جايبين لك ايفون. انا يعني حسن قال انا جبت الايفون 15 الاول وهديك الايفون 14 بتاعي، فقال له انا راضي باي حاجة يا خالي. وبقوا مستغربين، يا ابني انت مصدق ازاي؟ انت ده طموحاتك انت، يعني مش عايز اكتر؟ فعجبني قوي ان زياد راضي بكل حاجة. يعني حتى لما عرف موضوع العربية، في حاجات كده قدام يعني هقولها لكم. الولد راضي قوي وغلبان قوي، يعني ربنا يصلح لهم الحال يا رب. فالفكرة بتاعت العربية قالوا انها فكرة الحاج جابر، والحاج جابر قال انا بربي زياد على انه يتحمل مسؤولية، لانه هيبقى فاتح بيت، لازم يتحمل مسؤولية البيت ولازم يبقى سند لاخواته من بعدي، لانه هو ملوش حد غير خلانه بعد كده. نتمنى ان الدنيا تهدى بينهم، لانه ولي اب، والاب مهما يكون بينهم اكيد وقت ما هيبقى فيه اي حاجة هيجوله او هيروحوله على الاقل لو زيارة. وقالوا ان الحاجة سعدية ما شاء الله برضو باعت جزء كبير من الذهب بتاعها عشان تشارك في الهدية، وكان كل ده زياد لسه ما يعرفش اي حاجة خالص خالص خالص. فبعد كده راحوا مغميين زياد، وطبعا قالوا ان محمد برضو مشارك في العربية، فغموه ويلا وقال اوعوا يكون اللي في بالي واوعى يكون اللي مش عارف ايه. وفعلا طلعت العربية، بقى فرحان جدا جدا جدا، وبقى يقول لهم انتوا عاملين فيا مقلب، انا حاسس ان انا نايم، انا حاسس ان انا لما هصحى هفوجئ بالحاجة، انتوا بتضحكوا عليا، انتوا بتعملوا عليا. فطبعا هم بقوا فرحانين بيه وفرحانين لفرحة زياد. دي كانت جميلة جدا جدا، وبصراحة انا يعني فرحت بيها قوي. الرسالة الاولى في الفقرة ديت او في الصورة ديت، الحاجة سعدية حبت تبعت رسالة لأبو زياد وللناس إنها حضنت آلاء ونهال، وقالت أنا ما بخت أنا الناس اللي بتخش وسطينا نسايبنا دول اللي احنا بيبقوا شبهنا، احنا ما بندخلش حد في عيلتنا مش شبهنا، واللي مش شبهنا بنمشوه أو بيمشي، يعني مش بنمشوه يعني بيمشي، واللي يجي على سكتنا يستحمل أذيتنا. أنا معاكي في إنك انت تراضيهم، ده شيء حلو قوي. حتى حسن برضو قال مفيش حد بيخش عيلتنا الا لما بيبقى شبهنا وبيعمل زي ما احنا بنعمل وبيتطبع بطبعنا. فطبعا على آلاء وعلى نهال حبيت قوي ان الحاجة سعدية، حسيت ان هي بتراضي نهال وآلاء، لان طبعا هو لسه نازل بفيديو من يومين على نهال انه بيقول يعني شتام وحشة جدا عليها، وانتي بتشدي شعر بنتي، وانتي فيكي وانتي عليكي وشكلك قرعة وشكلك مش عارف ايه. طبعا حبيت ان الحاجة سعدية تطلع وتراضي البنات. انا كنت حاسة انها بتراضيهم قبل ما تبعت رسالة، لا بتراضيهم. وطبعا الحاجة سعدية راحت رامية بقى اللي يجي على سكتنا يستحمل أذيتنا. خلاص احنا عرفنا انت نقطة ضعفك ايه، او عرفنا انت بتتضايق من ايه، فاحنا هنفضل لو انت واخد هزارنا زي ما كانوا بيقولوا هلا هلا يلا يا عفروتو، او العيلة دي نمبر 1 او مش عارف ايه. انتوا بتلقحوا كلام لما بينادوا محمد ابنهم، يا محمد ما تعملش كده، يا محمد يقولك ما هو الكلام عليا. طب ما هو اسمه محمد يا عم الحاج، يعني انا مش فاهمة.
فدي كانت اول رسالة عجبتني منك قوي يا حاجة سعدية. الرسالة التانية طبعا لما زياد شاف العربية بقى فرحان وبقى عمال يقول انتوا سندي وانا ماليش الا انتوا وانتوا حبايبي وانتوا وانتوا، كل ده جميل قوي. الحاج جابر حب يوضح توضيحات معينة تقطع الطريق عن اي حد عايز يعمل فيديوهات. طبعا احنا كلنا عارفين ان زياد عنده 17 سنة او 16، يعني دلوقتي ماشي في ال17 سنة. طب هيسوق العربية ازاي؟ جابوا له العربية ازاي؟ فقالوا طبعا الحاج جابر راح طالع وقال العربية دي جت باسمي انا، لان انت ما ينفعش قانونا ان انت تمتلك عربية في السن ده. دي حاجة. الحاجة التانية لما هتتم 21 سنة يا زياد هتاخد العربية ديت ودي عربيتك. دي حاجة. الحاجة التانية الرخصة بتاعتك هتعملها بعد ما تتم 18 سنة. برضو احنا بنقطع المجال ان يتعمل علينا فيديوهات ان ازاي مخلين زياد يسوق عربية وهو لسه عنده 17 سنة، وازاي جايبين له عربية، بتضحكوا عليه وبتقولوا له جايبين لك عربية. فالراجل قطع المجال وقال ان العربية باسمي والرخصة 18 سنة، وقال له مفيش سواقة بره، انت سواقة هنا وسط الشوارع ووسط الفيلا البنا هنا اهو، لكن بره لا. برضو عشان نقطع مجال ان انت تفضل تقول ليه وازاي تخلوه يسوق بره. تمام؟ وبتأذوا عيالي وبتستغلوا عيالي. الرسالة الثالثة والأخيرة كانت الحاجة برضو سعدية، هي النهاردة البطلة. جابت يوسف وقالت يوسف عايز مفاجأة وما يكبر مش عارف ايه. المهم يعني عملوا حوار كده، وفي الآخر محمد مسكه وقال يا جماعة يوسف راح الجيم مع محمود، بس الكابتن اللي في الجيم رفض انه يلعب حديد. قال علشان هو لسه بيتكون، فالمفروض ان هيلعب حديد لما يبقى عنده 15 سنة عشان جسمه لسه بيتبني. برضو احنا بنرد على ابو زياد لما عمل فيديو وقال ان انتوا واخدين الولد الصغير وعمالين تلعبوه، انتوا بتدمروا العيال، ازاي عيل صغير يشيل حديد؟ مع ان الولد وهو بيلعب بمكنة الحديد قال لخاله محمود ان هو مش حاطط حديد اصلا. بس عجبني ان انتوا بتردوا بشغلكم، عجبني ان هم ردوا على كل حاجة. اللي هو احنا بنقطع عنك لو انت هتاخدنا احنا محتواك. لا اهو العربية لا مش باسمه، الولد مش بيروح الجيم، مراتات عيالي كويسين. فاتمنى ان ما يبقاش في فيديو بالليل في حاجة في انك انت قلت وانت عملت وانت خليت. هم بيعملوا اكيد بالعند، انت هتاخدنا محتواك، هنبوظ لك المحتوى، واي نقطة انت ممكن تمسك فيها وتعملها حكاية احنا هنوقفها. اتمنى ربنا يهدي الحال بينهم. ومبروك عليك يا زياد العربية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ويلا سلام.